بروني كاكو جزيرة. شلون غنم يودوا ودونا داش. داش نحن عند خابور. في مي بالخابور. كيف فاتوا عليكم؟ كيف اخذوكم؟ اخذونا ودونا بالسفينة. لا بناتي اثنين كل قرية، وشوي فوتوه بالسفينة. بعدين ودونا على الجبل، وما خلونا بالجبل ويلا على شدادي. خطفوني وبس بدي أنا ما أترك أرضي. شادية عيسى مروقي، نحن مثل خريطة القرى الآشورية دواعش. فاتوا علينا من ضيعة تبعنا، فاتوا علينا الساعة 4. مو لما هربوا العالم ما بقى حدا يعرف وين هارب وين ضل. ومنا خطفون، منا ضلوا بالدواعش بنات ونسوان كثير ضلوا. شي 250 شي 275 ايه من ضياع الآشورية. بس نحن الحمد لله ما لحقنا على الشيء، ما اخذوا بناتنا الحمد لله، بس هربنا. يعني نحن كانوا اول شيء جبهة النصر قاعدين، كان مخفر عنا، كانوا هني كانوا يقولوا اطلعوا نحن لا تخافون نحن نحميكن. بس قعدوا فترة قطع علينا الخبز، قطع علينا كل شيء، ما نقدر لا السيارة تفوت على الضيعة ولا اكل ولا خبز. 3 اشهر قطع علينا كل شيء، الطرقان سكرت كلها علينا. قالوا لا ان شاء الله وضع يصير كويس، ما صار شيء كويس. قمنا هربنا طلعنا اولادنا وهربنا. فهربنا من هون. ثاني يوم قالوا والله ضربوا الخريطة، فاتوا دواعش عليا وصار المشاكل فيها، وقالوا انصابوا كثير، وجيرانينا مقابلنا انصابت اخته، وجيرانينا ابنه الثاني كمان ابن عم جوزي كمان انصاب داره، كثير انصابوا بضيعتنا. واخذوا من بناتنا كمان من النسوان تبعنا. نحن كانوا اولادي صغار كثير، كلها كانوا 10 سنين و11 سنة لما هربنا. بس كلها كانوا ختايرة معي، كان معي 4 ختايرة، كان في معي 4 ختايرة. أنا إلا لحقت أولادي هربت أولادي بقوا الختايرة بالضيعة. جيت أخذت ختايرة بعدين كثير، أكثر من الخوف، أكثر من واحد يشوف داعش يبوتشو. وعندي جوزي كمان بعد الأحداث ضربته 3 جلطات، وديته من مكان لمكان. رحنا على المالكي ورحنا على الحمص، قالوا ما عرف له عمل، طلع على الكرسي سنين. هلا تمام في شي 5 سنين جوزي متوفي. ايوه يعني كثير تأثرنا، مرضنا وعذبنا وتوفوا مننا، وختايرة وقعوا كثير يعني كثير تعذبت انا فيهن كثير. حصرنا نحن كثير. نحن حتى الخابور ما قدرنا نقطعه، الخابور ما كان في حدا يقدر يقطع الخابور، لانه ختايرة كلها واقعين شلون يفوتوا على الخابور. ماتوا انخطفوا وانسرقوا بالسيارات البنات، لانه ما يعقوك الساعة 4 فاتوا على عينها، ما حدا يعرف ايش عم بيصير. بس سمعنا قالوا فاتوا دواعش، من وين فاتوا ما حدا يعرف، لانه فاتوا من ضيعة، فاتوا من الشول علينا، مو نحن مو ضيعة، فاتوا علينا من ضيعة. يعني ما حدا كان يعرف انه شلون يفوتوا، فاتوا هيك ما حدا يعني نحن ما نعرف ايش صاير، ما عم نعرف ايش عم بيصير. اصعب كان رجع الفرمان علينا تبع السنين الاوليه. هاي ايه هيك صار فينا. بين الاحتلال التركي وبين داعش ما في فرق. ليش؟ ما في فرق، لانه عم نشوف ما في شيء عم بيتحسن، لانه كلنا صاروا مع بعض. لانه ما في شيء، ما عم نشوف شيء يتحسن، ما عم نشوف شيء يعني عم بيصير كويس. اشوري لهلا حرام كلها مشردين، لهلا عم بيطلعوا من ضيعن. هذيك اليوم من كم يوم طلعوا طويل كمان اجوا قعدوا ببيوتهم. يعني لهلا في حرب، نحن لهلا في خطوره علينا نحن الاشوريه. يعني ما شفنا شيء انه والله صار هون هلا زبط، ولا ضيعنا زبطت، ولا انه زبطوا بيوتنا، انه زبطنا في كل شيء، انه عم بيجينا شيء دعم من هون، ما عم نشوف شيء. يعني خطوره اكثر عم يصير علينا بهالشيء. هلا الوضع هون طيب، يعني ما حدا يعني بلدنا ما نقدر نتركها. هلا سافر راح شعبنا كله سافر بشكل عام. الاشوري ما تشوفي حدا، كله سافر، بس ضل كم ختيار هون. ليش سافروا خالد؟ كله سافر من وضع ما في، يعني وضع قله، وضع حرب. اتمنى نرجع مثل ما كنا ويصير محبه وسوريا كل شيء، والاشوري ترجع مثل ما كنا، واهالينا صرنا عمر مو شايفينن. اهلنا كلها برا، رفقاتنا كلها برا، قرايب جوزي كلها برا. بنتمنى كله يرجعوا لبلدن وترجع سوريا احسن واحسن.
مثل هلا انت جارتي كرديه، مثل هذا جاري عروبي، هاي اشوريه، هاي السريانيه، كلياتنا ايد وحده، كلياتنا اخوه، ما في شيء فرق. يعني مثل ما قال اذا في يعني مثل ما قال في ضمير في انسانيه اكيد تتحاسب. اكيد هالشيء ما رح يروح على الشيء سووا بهالشعب، انه شيء عملوا فينا، فاتوا علينا وخطفوا بناتنا، ويعني كثير شفنا كثير مو شوي، وان شاء الله يتحاسب هالشيء ما يضل. هدول داعش وتبع التركيه، ايه هدول ان شاء الله يا رب، ونرجع نريد نرجع سوريا ترجع مثل ما كانت، نرجع لبلادنا، نرجع لاهالينا، خابور يرجع لنا، والمي ترجع لنا، مي الحلوه، مي راس العين تنفتح.